أسباب تسمية الإمام بالرضا. ينقل الصدوق حوارا بين أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي والإمام الجواد عليه السلام. سأل البزنطي الإمام الجواد عن زعم البعض بأن المأمون هو من سمى والده الرضا لما رضيه لولاية عهده. نفى الإمام الجواد ذلك بشدة، مؤكدا أن الله تبارك وتعالى هو من سماه الرضا، لأنه كان رضا لله عز وجل في سماه، ورضا لرسوله والأئمة من بعده في أرضه. وعندما سئل لماذا خص والده بهذا اللقب دون أجداده الذين كانوا جميعا رضا لله ولرسوله، أوضح الإمام أن السبب هو أن الموافقين من أوليائه والمخالفين من أعدائه رضوا به، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه، فلذلك سمي من بينهم الرضا. وفي رواية أخرى الإمام الكاظم عليه السلام كان يسمي ابنه عليا الرضا، وكان يقول: ادعوا لي ولدي الرضا، وقلت لولدي الرضا، مما يؤكد أن اللقب كان معروفا ومتداولا حتى قبل ولاية العهد.